نواف التمياط لعب له ارساليه اماميه ناحيه ياسر القحطاني. القحطاني يحاول وجد لنفسه مكانه جيده في خارطه نجوم كره القدم واثنين، فيما اذا شارك مع المنتخب السعودي المشرقه تسجل للمنتخب السويدي. هنا كره لياسر القحطاني والكره الى خارج. الكثير من الجرأه. نواف التمياط لعب الكره العرضيه الى القحطاني. القحطاني هيأها لنفسه بشكل رائع. التدخل الدفاعي السعودي بشكل جيد الى القحطاني. الكره مناف بوشقير الى محمد امين الى مناف بوشقير، لعب له كره عرضيه والقحطاني براسيه تذهب الى خارج ارض الملعب كضربه مرمى لفائده المنتخب السويدي. للمنتخب السعودي تغييرات في شوط المباراة الثاني بواقع تشكيلتي الفريقين. هنا كرة من جانب ياسر القحطاني. القحطاني يحاول المرور لكن كرة لدى الركلة الركنية. من كرة القدم هي تعترف بلغة واحدة، يعني الأقصر المسافات للوصول إلى المرمى، والقحطاني كرة إلى خارج أرض الملعب. محاولة جيدة كانت من جانب القحطاني بعد أن تلقى كرة رائعة من نواف التمياط، لكن كرة إلى خارج أرض الملعب. هنا تابع اللمسة الرائعة من نواف التمياط. نعم، هو أقصر الطرق دائما المؤدية إلى المرمى يجب أن نسلكها. هذه كرة القحطاني التي ذهبت إلى خارج أرض الملعب وأتت كضربة مرمى، لكن شاهد الرائع في الأمر ما هو الحضور الدفاعي مباشرة مع ياسر القحطاني. لا يتوانون في التغطية مع ياسر القحطاني. قدم إلى الأمام ناحية نواف التمياط أو ياسر القحطاني. لا نريد الاجتهادات، نريد الأداء. لا نريد أبدا الاجتهادات التي تأتي من جانب لاعب، لأنه في هذه المرة اجتهد في كأس العالم في ألمانيا. هل سيجتهد؟ هذا الأمر الذي أعتقد أنه مطروح. البحري يلعب الكرة إلى ياسر القحطاني. القحطاني يبقى يحاول في هذه. أحمد البحري لعب الكرة إلى محمد أمين وياسر القحطاني. أمين متواجدين إلى إضافة إلى العنبر، والقحطاني في مرور جيد يلعب الكرة إلى محمد أمين. شاهد يعني الابتعاد بين لاعبي المنتخبية وويلات للخصوم من الرأس الذهبية. العنبر الذي كرة لليسار، يا رائع يا شلهوب، تصل للقحطاني إلى العنبر، ومحمد أمين يحاول عبر هذه الكرة للقحطاني والتكتل واليمين. يد بيد في ألمانيا نحقق إن شاء الله ليس المستحيل، بل نحقق المراد والمطلوب والمنشود، وهو رفع الراية الخضراء البيضاء وما سطر بينها وما سطر فيها من أجل كلمة أو أجل جملة أقول، وأحلى الكلام ما سطر فيها نرفعه في ألمانيا. في ألمانيا في مرور سليم للشلهوب، يحاول ويلعب الكرة إلى القحطاني، ثم تأتي من الناحية اليسرى لكنها طويلة جدا إلى خارج أرض الملعب، تأتي كضربة مرمى. يبدو أنه ساعد وأيضا أنجبت في العديد من المرات كبار من اللاعبين. هنا ياسر القحطاني، يا سلام، ياسر الكاسر في محاولة رائعة، لكن الكرة إلى خارج أرض الملعب. ممتازة جدا كانت من ياسر القحطاني، لامست العارضة والكرة إلى خارج أرض الملعب. ملعوبة من جانب إيدي كوستافسون، جانب زيد المولد يلعب الكرة ناحية الشلهوب، تأتي للقحطاني. طبعا لاحظ أن المنتخب السويدي